في قلب مدينة طيبة، حيث ينعكس ضوء القمر على مياه النيل، وقف الملك الشاب أحمس فوق شرفة قصره. لم يكن يرى جمال الليل، بل يسمع في داخله صرخات المحاربين ووصايا الراحلين. إرث ثقيل يحمله في قلبه، والده سكننرع الذي سقط بضربات بلط الهكسوس، وأخوه كاموس الذي قضى نحبه وهو يطارد الغزاة. مصر كانت مقسومة، والشمال يئن تحت حكم أبوبيس ملك الهكسوس الذي ظن أن المصريين قد استكانوا. لكن أحمس لم ينتظر أن يأتيه العدو، بل قرر أن يذهب هو إليهم. في مشهد مهيب اصطف الجيش المصري، ولأول مرة تتقدمه سلاسل من العجلات الحربية، السلاح الذي تعلم المصريون سره وطوروه ليصبح أسرع وأفتك من عجلات العدو. انطلقت الصرخة الأولى: من أجل مصر. الأرض اهتزت تحت وقع أقدام الجنود، والسماء ارتجت بصوت الطبول الحربية. بدأت القوات المصرية الزحف شمالا مثل طوفان لا يتوقف. أحمس يقود عجلته في المقدمة، يطلق سهامه بدقة متناهية، والجنود خلفه يرددون أناشيد النصر. الحصون تسقط واحدا تلو الآخر، حتى وصل الجيش إلى أسوار أواريس عاصمة الهكسوس المحصنة. المعركة كانت شرسة. الهكسوس يقاتلون من أجل البقاء، لكن المصريين يقاتلون من أجل الأرض والكرامة. أحمس استخدم تكتيك الكماشة، حاصر المدينة من البر بجيشه ومن النيل بأسطوله الحربي ليقطع عنهم كل سبل الإمداد. السهام المصرية أمطرت السماء، والجنود اقتحموا الأسوار. أواريس سقطت، وفلول الهكسوس هربوا نحو فلسطين. لكن أحمس لم يتوقف، طاردهم عبر سيناء حتى حصن شاروهين. 3 سنوات من الحصار المرير حتى دك الحصن تماما، وانتهى وجود الهكسوس إلى الأبد. عاد أحمس إلى طيبة ليس فقط كملك، بل كبطل أنقذ أمة من الفناء. استقبلته أمه الملكة إيا حتب بالدموع والفخر، وهي ترى ابنها الصغير قد أصبح محرر الأرض. الشعب خرج يهتف باسمه، والجنود رفعوا سيوفهم نحو السماء، معلنين بداية عصر جديد. بزغت شمس جديدة على مصر، وانتهى ليل الاحتلال الذي دام 150 عاما. ومن قلب هذه الانتصارات ولدت الدولة الحديثة، وأصبح الجيش المصري القوة العظمى التي ارتعدت لها فرائس العالم القديم لقرون. أحمس لم يكن مجرد ملك، بل أسطورة كتبت بدماء المحاربين، وصارت بداية عصر ذهبي لمصر الفرعونية.